ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نعمل مع بعض العيش الفينو. شايفين شكله عامل ازاي؟ ولا من جوه شكله عامل ازاي؟ طري جدا وهش وخفيف وحلو قوي. تعالوا بينا نبدأ مع بعض ونشوف بنعمله ازاي. معانا في الاول كده كوباية مية دافية، عليها معلقة كبيرة خميرة، معلقتين كبار سكر، ونقلب كده ونسيبهم على جنب علشان الخميرة تتفاعل ونتأكد ان هي شغالة كويس. معانا بقى في العجان بتاعنا او هنعجن على ايدينا مفيش مشكلة، 3 كوبايات ونص دقيق، عليهم معلقة صغيرة بيكنج باودر، عليهم نص معلقة صغيرة ملح، وهنقلب كده وبعدين نضيف ربع كوباية زيت ونقلب نعجن، وبعدين نحط كوباية المية اللي فيها الخميرة والسكر ونعجن، وهنضيف عليهم حوالي ربع كوباية مية تانية. ده اللي احتاجته يعني، بس كوباية وربع كوباية حطينا فيها السكر والخميرة، وبعدين زودت ربع كوباية بس، محتاجتش اكتر من كده. طبعا بيختلف حسب نوع الدقيق بتاعك. نعجن كويس جدا وبعدين نحطها في اي طبق او في اي حاجة ونغطيها بدهنة زيت خفيفة كده ونسيبها بقى تختمر. تمام كده. والعجينة زي ما انتوا شايفين كده، ولا هي طرية بتلزق ولا هي تخينة، يعني ملمسها يكون كويس، مش بتلزق في ايدينا وفي نفس الوقت مش تخينة. تمام، يعني طرية بس مش بتلزق. هنيجي بعد ما اختمرت كده هنكورها كور صغيرة، يعني اختار الحجم اللي انت عايزاه، بس انا عملتها كور صغيرة. قطع معايا حوالي 16 صباع فينو، 16 واحد. هوريكم دلوقتي واحنا بنعمل مع بعض. مع انه كان طويل، مش قصير، وكان زي بتاع المخابز بالظبط. يعني هتشوفوه دلوقتي هيعجبكم قوي. اتمنى تجربوه وتقولوا لي بقى عملتوا ايه لما جربتوه. شايفين احنا بنفرد كده بعد ما بنكور الكمية بتاعتنا كلها، نعملها كور صغيرة. هنجيب بقى واحدة واحدة ونفردها كده على شكل مستطيل. هنفرد كده وبعدين نروح نلف. هوريكم دلوقتي في واحدة تانية. شايفين اهو بنفردها كده على شكل مستطيل، وبعدين بنيجي من على جنب ونروح نلف كده، نرول فيها، نعملها زي الرول كده زي ما انت شايفة. نلفها ونيجي في النهاية هندوس على الأطراف كده كأننا بندبسها، ونروح ضغطين عليها، وبرضو من على الجناب على الأطراف نضغط عليها لجوه، ونخلي الطبقة دي من تحت يعني هي اللي لامسة الصينية. تمام، علشان ما تفتحش معاكي. مع ان احنا لزقناها كويس، عملناها كويس وخلينا العجينة تلزق في بعض، بس زيادة تأكيد نخليها من تحت زي ما انت شايفة كده. يعني الفيديو مبين لكم ازاي بنفردها كده مستطيل، وبعدين بنلف رول ونضغط عليها من على الأطراف، بندبسها كده في بعض علشان العجينة تمسك في بعضها تاني، تتقفل يعني بنقفلها. وبعدين هنسيب بقى بعد ما نعمل الكمية بتاعتنا كلها، هنسيبها في الصينية تخمر. هنسيبها حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة كمان، هتختمر تاني، هيتضاعف حجمها. وبعدين نبقى مشغلين الفرن على درجة حرارة 350 لو هنا في أمريكا، أو على درجة حرارة 200 لو في مصر، او في اي مكان يعني في العالم. وبعدين بعد ما بتختمر بنجيبها كده كده، بعد ما تضاعف حجمها بنجيبها، بنحط عليها بنجيب شوية لبن او حليب، بنحط عليها دهنة حليب كده او لبن على الوش. ممكن تدهني بيض، بس انا ما بحبش البيض، بفضل الحليب اكتر، فانا دهنته بحليب. ولو حابة تحطي سمسم او اي حاجة تاني على الوش، بعد ما بتدهني دهنة اللبن كده بتحطي على الوش السمسم بتاعك. بس كده وبندخله الفرن. دي كانت الصينية التانية، برضو هندهنها كده وهندخل الكمية بتاعتنا الفرن، الصواني الفرن. وبعد ما تستوي تطلع هتاخد معاكي في الفرن حوالي ربع ساعة. انا اخدت معايا الصينية حوالي ربع ساعة. شايفين هندهن الكمية بتاعتنا كلها وندخلها الفرن، هتاخد حوالي ربع ساعة. ودي شكلها بعد ما طلعت حلوة جدا ولونها تحفة. هنجيب بقى فوطة بتاعة مطبخ، يعني بتاعة المخبوزات، ونبلها مية ونعصرها كويس جدا ونغطيهم. وادي شكله بعد ما سبناها حوالي 5 دقايق متغطية بالفوطة المبلولة. حلو قوي. شايفين شكله من جوه عامل ازاي؟ وهش وخفيف وزي المخابز بالظبط، ومن غير اي تكاليف، وتقدروا تعملوه بكل سهولة في البيت. شايفين عامل ازاي؟ اتشجعوا بقى كده، ودينا داخلين على المدارس، واعملوا لأولادكم وهيعجبهم قوي. شايفين
حلو جدا. اشوفكم المرة الجاية في حاجة جديدة نتعلمها سوا. باي باي.